ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. واتمنى كده نكونوا عون وسند لبعض، واتمنى الحاجه اللي انا بقدمها حاجه لو يعني تعجبكم ولو بقدر بسيط ان شاء الله. واحنا كلنا بنتعلم من بعض. النهارده راجعه لكم بايه؟ بطريقه البرام الرز المعمر او المدسوس، يعني زي ما كل بلد بتسميه. طبعا البرام ده هو اللي بيخلي طعم الرز المعمر حلو معاكي جدا جدا. بتحطي طبعا في فرن البوتاجاز او في الفرن اللي هو الغاز الكبير. بيستوي معاكي يعني. المهم تكوني عارفة مقدار البرام ده بياخد قد ايه معاكي. تمام. ادي كده البرام، وادي كده الرز لسه هنغسله، ومعانا طبعا لبن، ومعانا سمنة، ومعانا زيت. ممكن يتعمل بسمن نباتي او بسمنة فلاحي، زي ما تحبي، بس بالسمنة الفلاحي بتخلي له طعم ونكهة زي بتاعة الفلاحين بالظبط. فهنغسل الرز وارجع لكم تاني. حبايبي انا كده غسلت الرز اهو زي ما انتم شايفين. ماشي. في ناس بقى ايه بتحطه وبتحط عليه القشطة او السمنة وتدعكه شوية وتسيبه. انا بحط كله على بعضه وبيطلع زي الفل. ده كده ملح على قد ما انت عايزة، وشعرة سكر صغيرة عشان يحمر معاكي ويبقى حلو. ماشي. عايزة بقى اللبن هيبقى قليل معاكي، عايزه تزوديه شوربه زوديه. عندك قشطه عاديه حطي، عندك قشطه وش اللبن حطي. طبعا حطي زيت. الزيت بيخليه مفلفل ويخليه حلو. دي السمنه. طبعا الرز المدسوس بيحب السمنه. وبعد كده تنزلي باللبن بقشطته كله زي ما انت شايفه كده، وبتقلبي، وبتكوني بقى مولعه عندك الفرن، بس تقلبي كويس علشان الملح والسكر اللي انت حطاه يدوب معاكي. انا شايفه عندي مقدار السمنه كبير قوي، فانا هشيل منها حته عشان ما يبقاش دسم قوي، لان اللبن برضو اللبن دسم يعني. بتقلبي كويس جدا جدا، وبتولعي فوق وتحت. لو الفرن عندك بيولع فوق وتحت عادي. ماشي. انا شايفه ان انا ايه كترت السمنه، فانا لو كترت السمنه، لو انت كترتي السمنه شيليها عادي مش هتفرق معاكي اهي. لان انا شايفه السمنه بتاعته كتيره جدا اهو. وبعدين كل ما بتحطي الزيت يفلفل معاكي الرز، والسمنه تديله طعم. تمام كده. انا مولعه الفرن فوق وتحت، ومجرد ما يعمل وش وبيتشرب بتقومي مطفيه. لو الوش عندك هيتحرق منك، ممكن تحطي ورقه فويل او تطفي وتسيبي بقى على تحت يتشرب معاكي يبقى حلو جدا. اما يخش الفرن هوريهولكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي الرز زي ما انتم شايفين انا مولعه فوق وتحت اهو زي ما انتم شايفين كده. ماشي. وما يطلع بقى ان شاء الله من الفرن اوريهولكم ان شاء الله. حبايبي ادي الرز المعمر هو طلع من الفرن زي ما انتم شايفين. ولازم تحطي البرام في صينيه علشان لو حاجه وقعت، فار لا قدر الله، سمنه، ما تعملش مشكله عندك. ادي الرز زي ما انتم شايفين اهو زي الفل اهو. الريحه بقى والطعم يساندوا الطعم، بس الريحه تجنن. اعمليه بالطريقه دي هيبقى حلو معاكي جدا. بصي اهو زي ما انت شايفه كده متشرب وجميل اهو. المهم تكوني انت عارفه مقدار الجرام بياخد معاكي قد ايه اهو. وزي ما انا قلت لك تحطيه في الصينيه
اهم حاجه تحطي البرام عندك في الصينيه، بحيث لا قدر الله سمنه ولا لبن ولا حاجه فارت تبقى انت كده في الامان. زي ما انتم شايفين، يا ريت تجربوه بطريقتي وتحطي زي ما يعني هو كده. الطريقه مش محتاج بقى ان انت تدعكي بالسمنه وبالقشطه وتسيبيه ومش عارفه ايه. زي ما انت شايفه طالع زي الفل اهو، طالع زي الفل اهو. جربوه وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وبألف هنا وشفا، واشوفكم على خير حبايب منطقة عزة واكلاتها المصرية. مع السلامة.